قبل ما نبتدي قصتنا كالعادة هنصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يلا نشوف القصة معانا بتقول ايه. بتقول لي السلام عليكم، لو سمحتي أنا سيدة متزوجة وعندي 36 سنة وجوزي عديم الشخصية تماما وعديم المسؤولية كمان، يا حلاوة. ومن حوالي 4 سنين كانت في مشاكل بينا كتيرة وأدت إلى الطلاق ورجعنا تاني للأسف عشان خاطر الأولاد، وقلت يمكن حاله يتعدل، ولكن يا ريتني ما رجعت. ومن ضمن المشاكل إن إخواته مسيطرين عليه سيطرة كاملة، وهو بيشتغل أمين شرطة، ومن يوم جوازي واخوه واخد الفيزا بتاعته وهو اللي بيقبض القبض بتاعه، وكان بيديني انا واولادي 300 جنيه فقط. والكلام ده كان قبل ما الدنيا تغلى كده، لكن لما الدنيا غليت بقوا بيتعاطفوا معايا ويدوني 1500. طب يا ستي انت عايزه ايه؟ انت ست مفتريه، بيدوكي 1500 وبيتعاطفوا معاكي يا ستي. الله، عايزه اكتر من كده؟ المهم خلينا نكمل. بتقولي احنا وصلنا لحد فين؟ وال1500 دول ما بيعملوش حاجة خالص طبعا في وقتنا هذا، وامي كانت بتساعدني، ولكن امي توفت دلوقتي، وانا بقول لهم زودوا الفلوس شوية وهما مش راضيين. وقلت لجوزي اني اخرج اشتغل، هو مش راضي، بيقولي لا ما عنديش ستات تشتغل. وهو واخواته برضو مش راضيين. هو انت متجوزاه ولا متجوزه اخواته، ولا انت متجوزاه هو واخواته، ولا هما بيدخل؟ ماشي. قلت لهم يا جماعه اصرفوا عليا بما يرضي الله انا وولادي، وبجد الحياه بقت صعبه قوي، وال1500 دول ما بيعملوش حاجه، لدرجه ان هم بقى بيسلطوا جوزي عليا، وما بقوش بيخلوه يرضى يطلع للشقه كمان ولا يشوف عياله حتى. والله انا اختصرت كتير عشان ما صدعكيش، انا حاليا بفكر اتطلق واخد معاش والدي واشتغل برضو، مع العلم ان في شقه في بيت ابويا بتاعتنا انا واخواتي البنات، مراسنا يعني. كنا سايبينها علشان الظروف، ولو حصلت ظروف وحد فينا اتغير حاله اتغير يعني يروح يقعد فيها والكلام ده، فاهماكي طبعا. مش عارفة اعمل ايه، وارجع اقول بلاش الطلاق واخد ال1500 جنيه وامشي الدنيا بيهم. انا مش عارفة امشي الدنيا والله، لو كنت عارفة امشي الدنيا بيهم كنت مشيت بيهم الدنيا، بس مش عارفة اعمل ايه، ومش راضي يخليني اتنفس وانزل اشتغل. انت هتعملي كل خير، انت اطلبي الطلاق واتطلقي، لان ده برضو مش هينفع تعيشي معاه. ايه هو ده؟ انت متجوزاه ولا متجوزه اخواته؟ هم اخواته بيتدخلوا في حياته ليه؟ هو بيتدخل في حياه اخواته لما اخواته هم اللي متدخلين في حياته؟ ده ما عندوش شخصيه فعلا زي ما انت قلتي، ولو كان عنده شخصيه ما كانوش هم اتدخلوا في حياته وخدوا الفيزا بتاعته وبيقبضوا له كمان بيها. ده ايه ده؟ لا الموضوع ده صعب قوي. زي ما انت قلتي انا عندي شقه، روحي خديها اقعدي فيها و اه اطلبي الطلاق، وعلى الاقل هيطلع لك منه نفقه، وكمان هتاخدي معاش باباكي، ويبقوا الاتنين مثلا مع بعض تمشي الدنيا بيهم. مثلا كنت اقولك ايه. ولو عايزه تنزلي تشتغلي طبعا مفيش اي مشكله، وانزلي اشتغلي واصرفي على اولادك، وما تفكريش خالص في الجواز دلوقتي، وخدي هدنه كده براحتك خالص لحد ما تفوقي كده، وربنا يصلح لك الحال ان شاء الله. انما البني ادم ده لا خلاص، اللي عايشه معاه نو يعني نو، وروحي عيشي لوحدك احسن لك واكرم لك واشرف لك. ده كمان منعينه ان هو يطلع الشقه، يعني منعينه ان هو يطلع بيته، منعينه ان هو يشوف ولاده. عايزاه يمنعوه عن ايه كمان؟ يعني هو منعينه ان هو يديكي فلوس، ومنعينه ان هو يشوف ولاده، ومنعينه ان هو يطلع الشقه، وبياخدوا الفيزا، ومش عايزين يزودوا لك المصروف، ومش عايزينك تشتغلي ولا اي شيء. طب إيه نعمل ايه؟ طيب ايه في ايه؟ لا، قولي له مع السلامه وروحي عيشي في بيت ابوكي، احسن لك واشرف لك واريح لك كمان. استودعكم الله ومع السلامه.